نفس الشيء ولا يعني هل في رموز عامة ولا أيوة كل عامة أو لا هم اتفقوا كلهم رغم اختلافاتهم ان احسن من يفك رمز الحلم هو صاحبه، وان كل واحد له رموزه، ولو ان في حاجات مشتركة طبعا بين الانسان لكن ما يظل في مساحة ذاتية جدا. وعشان كده يقول لك عشان تفسر الحلم بتاعك احسن شيء انك اولا بعد ما يخلص الحلم وتصحى ما تنامش تاني، بسرعة هات ورقة وقلم، لانك لو نمت يجي الرقيب يمسح، ان في رقيب عمال يمسح في المخ، لان دايما الاحلام بتفشي اسرار، فبيجي على ما تصحى الصبح بقى يكون نسيت كل حاجة. فالمهم اول ما تشوف الحلم وتفتح عينك تجيب ورقة بسرعة وتحط بقى المشاهد وتحاول تفكر وتسترخي وتقول مثلا الوردة دي تفكرني بإيه، المية بتفكرني بإيه، النار بتفكرني بإيه، وتشوف بقى القاموس بتاعك يتداعى، واخد بالك، ومن تجاربك وحياتك واهتماماتك الدراسة بقى للآخرين كمان. إنما ما تقدرش، مش صعب إنك ان واحد يفسر للتاني. لازم صاحب الحلم هو اللي عنده القاموس الأصلي، لأنه هو اللي حط الرمز، هو اللي حط الرمز. طب فهم ايه الفرق بين الحلم واليقظة؟ ده سؤال كويس. هي الفرق طبعا كبير. اولا الفرق ان الحلم بيبقى مفكك ومش دقيق وبيبقى مختلط شوية، اقل وضوحا من الواقع. ونمرة 2 بيبقى متداخل. بمعنى ايه؟ يعني تتداخل الامكنة. يعني مثلا انت في الحلم بتلعب كورة وبعدين فجأة تبص نفسك على البحر بتستحمى، ايه ده؟ ايه دخلوا على بعض ازاي؟ لان ده مكان غير المكان. وكذلك زمان غير الزمان، بمعنى انك انت في الحلم مثلا راجل راكب فرس ومش عارف ايه بتحارب، وفجأة تلاقي نفسك طفل بترضع. شوف بقى، شوف الفلاش ده دخل ده على ده على صوت. ففي تداخل في الزمان والمكان، في عدم وضوح وعدم دقة وتفكك. وبعدين في حاجة أهم من دول كلهم، إن الحلم له زمن خاص بيه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مثلا ممكن يبقى الزمن الخارجي المنبه جنبك مقاس الحلم 3 ثواني، لكن أنت لما شفته ما كانش كده، لأنك اللي حصل في ال3 ثواني دول وانت بتحلم بيهم انك دخلت المدرسة وتخرجت، وبعد ما اتخرجت اتجوزت، وبعدين حصلت ثورة وطوعت في الجيش وحاربت الله، حاجة بتاخد لها سنين، وفعلا وانت بتحلم كنت حاسس انها سنين، واخد بالك؟ فهي معنى كده يقول لك دي الزمن بتاع الحلم زمن ذاتي مش موضوعي، لا زمن. وعشان كده ممكن توصل الثانية في الحلم سنة، واخد بالك؟ وتبقى ساعات بتبقى فعلا وانت بتحلم حاسس انها طويلة جدا، طويلة وما بتخلصش مع انها هي سنة ومشاهدها كتير. فهي دي هي في نقطة مهمة قوي، ايه موقف القرآن من الأحلام؟ انا بعتقد ان القرآن كان يعني اعظم كتاب او وضع اعظم نظرية في الاحلام. لما في سورة سيدنا يوسف يعقوب يقول لابنه يوسف، يقول له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. لما شاف الحلم بتاع 11 كوكبا والشمس والقمر، فبيقول له ايه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فسمى الأحلام سماها أحاديث. دي عميقة قوي دي بقى، دي عميقة جدا. ليه؟ لأن هو إيريك فروم عرف طرف صغير، قال لك إنها خلوة مع النفس وحوار مع النفس. لا، ده هي أعمق من كده بكتير. أن لما ستار الواقع بينزل ويبتدي صلتك بالغيب تتفتح، فإيه اللي بيحصل؟
يا اما الحوار يبقى بينك وبين نفسك، ما هو ربنا سماها احاديث، ما خلاص انتهى بقى، يبقى هي احاديث. فيا اما الاحاديث دي هتبقى بينك وبين نفسك، يا اما بينك وبين الشياطين، يا اما بينك وبين الملائكه، يا اما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. كل المستويات حسب شخصيتك. فاذا كان بينك وبين الشياطين او بينك وبين نفسك الاماره، نفس الاماره اللي هي الشهوات بقى باشكالها، فبيبقى الحلم بيسموه اضغاث احلام. اللي عمله فرويد كل اللي كتبه كان في الحته دي بس، الاضغاث اللي هي الاحاديث اللي بتحصل وانت نايم بينك وبين نفسك الاماره الشهوانيه اللي ما بتفكرش الا في اللذات، او بينك وبين الشياطين اللي دي شغلتهم برضه. واخد بالك؟ بيبقى ايه الاحلام؟ فعلا هذا الجانب من الاحلام ينطبق عليه كلام فرويد، لكن ده جانب صغير من القصه. بعد كده يمكن يبقى الحوار او الاحاديث بينك وبين نفسك، بس مش نفسك الاماره، لا، نفسك اللوامه تختلف، اللغه تختلف. بينك وبين نفسك الملهمه، النفس المطمئنه، كل دي درجات من النفس هيختلف. بينك وبين الملائكه تبص تلاقي في السعاده بقى حلم نبوءه بقى، ممكن تبص تلاقي يتورد لك الباب فتعرف معلومات، تصحى تبص تلاقي الحاجات اللي شفتها بتحصل. دي التنبؤات بقى، دي التنبؤات. ليه؟ لان الحديث المره دي كان مع الملائكه طبعا. عشان كده مساله الاحلام دي كانت مساله مثيره جدا. يعني طول عمر التاريخ، يعني كان زمان الراجل لما يحلم، البدائي لما كان يحلم بابوه، فعلى طول يحصل ابوك مات طبعا، فلما يحلم بيه يبتدي يقلهه يعبده على طول باعتباره اله، لانه جاله شافه في المنام. فدي كانت رخصه للتأليه والعباده. فهي بدايه عباده الاجداد كانت بالشكل ده، انهم بعد ما يموتوا بييجوا في الاحلام للابناء، فاصبحوا بيعبدوهم. وطبعا احنا كلنا بنجرب الحلم احيانا، صحيح حاجات نادره، لكن احيانا تحلم بشيء وبعدين توصل بيتحقق بحذافيره، فطبعا انت بتندهش وتشوف ايه الحكايه بالظبط. ده سبب ان الناس والعلماء النفس والفلسفه والحاجات دي قاعدوا يفكروا في موضوع الاحلام. والحقيقه موضوع الاحلام بيجرنا الى موضوع النفس. ايه هي حقيقه النفس؟ والنفس يعني ما اتغيرتش، من ضمن الحاجات اللي ما اتغيرتش من ايام ادم، هي ما زالت هي يعني بمحتواها من حب ومن أنانية ومن غيرة ومن خير ومن شر ومن حسد، لا تغيير، واخد بالك؟ ومن طمع ومن شهوة. المضمون بتاع النفس هو زي المادة اللي شوف، اللي حتى الرغبة في التدمير كانت موجودة من زمان، من ايام عمنا قابيل اللي قتل اخوه هابيل، اللي كل اللي اختلف الوسائل. يعني قابيل قتل بزلطة اخوه زلطة، بعد كده طلعت الشومة، وبعد كده السكينة، وبعد كده النبل من بعيد، وبعد كده الحربة، وبعدين المسدس وبندقية وشعاع ليزر وذرة، كل ده. لكن في النهاية ايه؟ ما هو المضمون النهاية قاتل. فبتختلف الوسائل لكن لا جديد تحت الشمس. نفس الحكاية دي بيقولوها في المادة، زي ما انت بتقول، اللي بيقولوه في المادة لا تفنى ولا تستحدث. بمعنى لو ولعت عود كبريت فكل اللي بيحصل تحولات. العود الكبريت هيبقى كربون وثاني اكسيد كربون وبخار ميه وبتاع، وده قد ده زائد طاقه وخلاص. لكن لا شيء يفنى ولا شيء يستحدث. يقال نفس الشيء في النفس برضه. علماء النفس يقول لك ايه بقى؟ يقول لك اللي انت بيتهيألك انك نسيت الذكريات والحاجات دي، ولما تدور على تليفون يمكن ما تلاقيش النمره وتدور في الدفتر، لكن ده انت ما نسيتش، مفيش حاجه بتتنسى ابدا. كل ما في الامر ان الذكريات المؤلمه والاسرار اللي بتجرح بتنطمس تحت سطح الوعي وتدفن في العقل الباطن، وبعد كده تطلع كده في زله لسان او لحظه غضب او حلم.
وهي طالعه في الحلم. فدي كانت اول نظريه في الاحلام عملها بيركسون الفيلسوف الفرنسي، لما قال لك ان الاحلام بتخرج من مخزن الذاكره. وبيركسون كان له راي في الحياه، قال لك ان الحياه تقاوم النوم، بمعنى ان الجسم ما بينامش لان في مقاومه للنوم، فالجسم مش بينام، الجلد يتم يحس اثناء النوم لو شكيته، واخد بالك؟ كذلك القلب بيضطرب، والرئتين ممكن تكح وانت نايم لو حصل بلغم، او تكح وانت نايم، والعين بتقفل لما تشوف. العين رغم انك بتقفل، لكن انت لو الشمس جت على العين وانت نايم، واخد بالك، بتحس بان الشمس جت وانت نايم. السمع بيتم باستمرار اتصالها بالمسموعات على طول مستمره، والامعاء لما يبقى فيه غازات، لما يبقى فيه مش عارف ايه، كل ما في الامر بقى ايه الاحاسيس دي وانت نايم بتترجم ازاي؟ قال لك بيركسون بقى بتكون هي المناسبه اللي بتتهافت وتتداعى عليها الصور من مخزن الذاكره. هل هناك تجارب عليها؟ ما هو هيقول لك بقى، يقول لك دلوقتي مثلا احنا كلنا جربنا طبعا لما الواحد ياكل اكله دسمه وما يجيله كوابيس، او لما واحد يكون عنده حصر اثناء النوم ورغبه في التبول فيحلم بالتبول الى اخره. هو عمل تجارب عجيبه في الحكايه دي، دخل في عنبر ناس نايمين خالص ونور بطاريه في عينيهم وهم نايمين، وبعدين بقى لما صحوا قال لهم ايه انتوا شفتوا ايه؟ حلمتوا؟ حد حلم بحاجه؟ اتضح ان كل العنبر حلم بان في حرايق والمطافي جت ومش عارف ايه وحاجات كده، كلها احلام على النار وحرايق ومطافي، لان كانت اكن النور اللي ضربه في العين مره استدعى من الذاكره كل المخاوف بتاع الايه الحريق والحاجات دي كلها. في برضه تجربه ثانيه، جه للناس اللي نايمين دول وابتدى ايه يصلصل بالمقص كده جنب ودنهم، واخد بالك؟ وبعدين الصبح بقى جه ايه قال لهم بقى ايه انتوا شفتوا ايه؟ فكلهم بقى يحكوا عن ايه يا سيدي؟ مبارزات بالسلاح وبتاع، وحب الزوج مش عارف عمل ايه، وكلها بقى ايه. فقال لك يبقى في المسألة كلها ان مصدر الاحلام هي مخزن الذاكرة، تطلع منه الصور والمشاهد وايه تتهافت وتتداعى على المناسبة دي، واخد بالك؟ سواء كان ايه ضوء، انت شفت ضوء او حاجة شكتك برضه، انت لما واحد شكك وانت نايم تحلم برضه طبيب وحقنة وحاجات زي كده. فهي اللي بتبقى المناسبة، لان الجسم ما دام ما بينامش وما دام هو صاحي وبيحس، فهي لابد من ترجمة هذا الإحساس عشان الواحد ما يصحاش، فبتترجم عن طريق مخزن الذاكرة وما يتداعى منه والواحد يشوف الأحلام. ده الفرق بين الشكل والمضمون في الحياة. لا، هي بقى إيه، هو بقى حكى عن حلم من أحلامه، بيقول إن هو كان نايم وبعدين وهو في عز النوم يعني كان كلب يعني في الجنينة قريب من ودنه وبيهبهب، عمال يهو هو 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 كويس، وهو نايم مش شايف، لا هو ما يعرفش بقى حكاية الكلب دي، انما كل ما في الامر انه شاف نفسه بيدي محاضرة والمدرج مليان طلبة وكده، وبعدين اثناء المحاضرة فوجئ بالطلبة عمالين ايه يخبطوا على الادراج ويقولوا اخرج بره اخرج بره اخرج بره. فاخد بالك الغريبة قال انا لما صحيت لقيت كلمة اخرج بره ماشية مع الهو هو هو نفس بتاع الكلب. فقال لك يبقى ده تأكد برضه نظريتي على ان المسألة ان هي في مشاعر بتجيلك وانت نايم ويطلع من مخزن الذاكرة صور تتداعى ويحصل الحلم اللي بنشوفه. طبعا هو اللي جه بعده إريك فروم كان له ملحوظة ذكية جدا، قال الله طب واشمعنى يعني ما شافش في الحلم الا ناس بيقولوا له اخرج بره؟ طب ليه ما كانتش الضجة دي ضجة استحسان مثلا؟ يعني انت عظيم انت مثلا، اشمعنى تيجي اخرج بره؟
براسل في يعني فهي في الواقع ان نظرية بيركسون توقفت عند الشكل بس، انما ما دخلتش في المضمون، بدليل ان هو ما جاوبلناش ليه في الحلم ده اللي شافه كان نفور الطلبة ورغبتهم انه يمشي. كان ممكن يعملوا ضجة برضه، لكن ضجة استحسان. بالضبط. فهذه الفكرة. فاللي حصل ان فرويد هو اللي عمل الخطوة دي كان تاني واحد فتح موضوع الأحلام، زيجموند فرويد. ده طبيب شهير مشتغل بالإضافة للطب البشري برضه بالمسائل النفسية. فهو كان له نظرية في الأحلام مشهورة اللي هي إن الحلم هو إشباع رغبة، وغالبا هذه الرغبة بتكون رغبة طفولية، وغالبا بتكون رغبة جنسية بالذات، ومن الحاجات اللي انت تخجل من انك تمارسها او تقولها، شيء مؤذي ومخجل وممنوع. وهو له رأي في الطفل عموما، رأي فرويد احنا رأينا في الأطفال انهم ملائكة، هو رأيه لا، ان الطفل ده كائن لئيم وأناني وشهواني ويعني طماع، وتستبد به كل انواع الشرور، وخصوصا المسائل الجنسية. ودي حاجة غريبة، ان هو في نظريته يقول لك الطفل بيرضع او الرضيع بيرضع ثدي امه بلذة جنسية. طبعا ده كلام فارغ، لان اللذة الجنسية دي عشان تبقى موجودة لازم تبقى انت وصلت سن البلوغ. انما هي دي نظريته المهم، يعني انه قال كده، وقال ان الطفل بيحب امه ويكره ابوه، وبيبقى عنده رغبة في انه يستحوذ على الام ويستأثر بها، ويغار من ابوه يبقى عاوز يقتله، ودي اللي بيسموها عقدة أديب. والعكس في البنت تحب ابوها وتكره امها وعاوزة تستأثر بالاب، ودي سماها عقدة إلكترا. لكن ما اكتفاش بكده، قال ان رغبته في الام رغبة جنسية، لكن هو ما يقدرش يروح ولا يقول كده، لان عارف انه ده عيب وما يصحش، فبيكبت كل الحاجات دي في عقله الباطن، وبعدين تطلع على شكل احلام. فدايما احلام فرويد هي اشباع رغبات طفولية مسجونة في العقل الباطن من ايام الطفولة، وغالبا او 99 و19% بتكون جنسية.